ماشي اهو خالص، احنا في البداية خالص. آه، هنعمل لوجن او ساين اب. لو انت عامل اكونت قبل كده بتعمل لوجن، لو مش عامل اكونت قبل كده بتعمل ساين اب من هنا، او بتعمل ستارت ديزايننج فور فري بتدوس عليها اي يوم. تخش على جوجل وذ كونتينيو وذ جوجل. المفروض ان يبقى عندك جيميل بتخش بيه. فلو احنا معانا كانفا، يا ريت كلنا دلوقتي نفتح الاكونت ونعمل، نخش بالجيميل بتاعنا على كانفا. هختار الجيميل بتاعي مثلا وليكن ده. هتخش كمل عادي كونتينيو. لو في فيريفيكيشن مسج ولا ايميل ولا حاجه بيبعتوا لك على الايميل بتاعك، وترجع تعمل فيريفاي وتخش على البرنامج. فاحنا كده دخلنا على البرنامج. دي النسخه المجانيه، يعني دي كده النسخة المجانية اللي هي ما فيهاش فلوس. أنا مش دافع فيها، مش الأكونت البريميوم أو مش الأكونت البرو اللي أنا دافع فيه فلوس. ده النسخة المجانية. النسخة المجانية لما بتيجي تفتحها بتظهر قدامك واجهة رئيسية فيها أول حاجة في سيرش بار. السيرش بار ده فيه فوقيه ثلاث زراير. الزرار اللي على الشمال ده يور ديزاينز، لما بتيجي تدوس عليه بيظهر الديزاينز بتاعتك لو انت عايز تفتح حاجة منها وحابب تعدل او تغير فيها. والزرار التاني او البطن التاني التمبلتس، ودي مهمة جدا هنيجي ليها. بس خلينا نرجع تاني للزرار التالت كانفا اي اي. ده يعني نعتبره زي شات جي بي تي. انت ممكن تطلب منه صورة، يولد صورة، يولد نص، يولد فيديو، يولد كود. نعتبره شات جي بي تي بتاع كانفا. تمام. نرجع بقى تاني للتمبلتس اللي هي زرار اهم حاجه في البرنامج. البرنامج بيتميز بان هو فيه عدد ضخم جدا من التمبلتس اللي نقدر نستخدمها في الديزاينات بتاعتها. يعني دي كده مش ديزايناتي، لا دي التمبلتس بتاعت البرنامج. عايز تعمل برزنتيشن هتختار، عايز تعمل بوست على الفيسبوك هتختار، عايز تعمل بوست على الانستجرام هتلاقيه، عايز تعمل حتى المطبوعات الاوفلاين، يعني عايز تعمل بيزنس كارد هتلاقي تمبلتس. لو عايز تعمل فلاير، لو عايز تعمل منيو، يعني في هنا فاتورة اهي. لو عايز تعمل سي في، لو عايز تعمل كارت دعوة، لو عايز تعمل آه، غلاف كتاب، غلاف مجلة، أي ديزاين بيتعمل فيه ألوان. أنا مش عارف أنتوا شايفين. أنا بعمل سكرولينج للتمبلتس، مش عارف أنتوا شايفين ولا لأ، قولوا لي يعني. طيب. آه، يا ريت لو حد كده يكون فاتح معايا كانفا دلوقتي، يعني عمل اكونت اوريدي ووصل للمرحلة اللي أنا فيها دي، يطمني كده. مين معانا في الموضوع ده دلوقتي كده؟ تمام. فاطمة. مين تاني؟ مين تاني عامل اكونت؟ نوت مي عامل، واحمد. كويس. حد بقى. المحاضرة بتتسجل، ايوه. المحاضرة بتتسجل ولا ما بتتسجلش؟ لا بتتسجل. المحاضرة بتتسجل وهبعتها لكم ان شاء الله. طيب. ماشي. احمد، انت عايز تسأل على حاجة ولا انت بتقولي ان انت عملت معانا الاكونت؟ طيب يا ريت لو حد. تمام، انا عملته تمام. طيب برافو جدا. لو في حد لسه ما عملش اكونت كانفا، يا ريت يعمل معانا اكونت كانفا كده بالخطوات اللي احنا قلنا عليها. ولو في اي سؤال ابعتوا لي على الرسائل، انا ببص عليها باستمرار. نرجع تاني. خلاص. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ قدامنا العدد اللانهائي من التمبلتس دي. طب هي متنظمه ازاي؟ كانفا بينظمها لك باكتر من طريقه. يعني الطريقه اللي انت شفتها دي اللي هي البراوزنج للتمبلتس، عم تقعد تتمشى كده فيها. يعني لو انسبايرنج باي يور ديزاينز، اول صف اهو، لو تاخد بالك في هنا سهم تقعد تقلب تقلب لغايه ما تلاقي حاجه معينه. او ترندنج نير يو، بتقلب برضو. ماشي. انا عايز برزنتيشن، لقيت برزنتيشن اهو، صف برزنتيشن. ممكن اقلب كده لغايه ما الاقي حاجه.
وهكذا. او في طريقه تانية ان هو منظمها لي هنا اهو. لو تلاقي الكاردز اللي موجوده اللي هي اللي انا مشاور عليها بالماوس، في برزنتيشن، في انستجرام بوست، بوستر، انستجرام ستوري، ريزومي، لاندسكيب، فيديو، ايميل، انفيتيشن، لوجو، فيديو، موبايل فيديو، فلاير، فيسبوك بوست. ممكن اكمل هنا كمان الصفحه الثانيه ان انا الاقي بروشور، بزنس كارد، منيو، فوتو كولج، دوك، وايت بورد، ويب سايت، شيتس. كل دي كاتيجوريز كانفا مقسمها لي بشكل منظم جدا. اقدر اخش لو انا حابب اعمل انفيتيشن، انا عامل فطار في رمضان وحابب اعمل انفيتيشن اونلاين ابعتها على الواتساب للناس انها تيجي الموضوع ده، او عامل فرح، او عامل خطوبه، حفل زفاف اهو، او عامل عيد، او عامل افتتاح، او عامل اوبننج. شفتوا فتح لي كل الانفيتيشن، التصميمات اللي انا حابب اعملها. عندنا احمد وساره اهو، نتشرف بدعوتكم لحفل زفاف. هناخد واحده من دول ونعدل فيها، او نحط شيل اسامي ونحط اسامي. شايفين قد ايه التصميمات بسيطه ومعبره وسهله وسريعه، مفيش تعقيدات الفوتوشوب او البرامج الديزاين المكلكعه. ف يعني نتمنى ان احنا نتقن البرنامج ده، لان البرنامج ده اداه سحريه هتخلينا نعمل حاجات كتير قوي ما كناش بنعملها قبل كده بسهوله. فخلينا نرجع تاني للبرنامج. آه، طيب انا عايز خلاص جربت الكاردز دي. لو عايز فيسبوك بوست، لو جيت هنا دوست على فيسبوك بوست هنا اهو، لو شايفين الماوس انا دايس عليه، لو فتحت دوست عليه كده هيطلع لي بوستات كتير عن الفيسبوك. اقدر اعمل انسبيريشن منها وتغذية بصرية، واقدر اخد منهم حاجة اشتغل بيها تصميم. تمام. فانا عندي اكتر من طريقه للدخول في التمبلت او اختياره. يعني طيب انا عايز اسيرش بقى، اعمل فيسبوك بوست اباوت ايه، اباوت اي اي. مثلا لو انا تخصصي اي اي وبدور على تصميم للاي اي، فيسبوك بوست اباوت اي اي في السيرش اهو. لو عملت انتر هيجيب لي كل الفيسبوك بوستس اللي ليها علاقه بالاي اي، وممكن اختار منها واعدل الديزاين، وهوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. طيب انا شايف حاجات بالطول وحاجات بالعرض وحاجات في السيرش بتاعي، ودي افضل طريقه على فكره ان انت تدور فيها على الحاجه اللي انت عايزها، تكتب في السيرش اللي انت عايزه وتدوس انتر. طيب انا عايز اضيق الكاتيجوري شويه، اخش بقى هنا ان انا جوه السيرش نفسه، انا مع اني كاتب فيسبوك بوست اباوت اي اي، بس هو برضو جايب لي مقاسات مختلفه. في الحاله دي بخش هنا اختار، لو نزلت كده اختار المقاس اللي انا عايزه. هو انا عايز كفر لصفحه، ولا عايز فيسبوك بوست، ولا عايز انستجرام بوست، ولا عايز فيسبوك اد، ولا عايز بوستر، ولا عايز لينكد ان بوست؟ خلينا في فيسبوك بوست، وده دايما بيبقى ايه، مقاس واحد لواحد، مقاس مربع. وده افضل مقاس لو تفتكروا اتكلمنا فيه عن للبوستات الفيسبوك. واحد لواحد بوستات الفيسبوك، وده افضل مقاس. ساعات بنستخدم 4 ل5، ساعات بنستخدم 3 ل4، وكل واحد فيهم ليه استخدام آه، معين احنا بنحتاج في الاستخدام ده. طيب خلاص كده احنا سرشنا على فيسبوك بوست اباوت اي اي، واخترنا مثلا ده استوديو شو دي artificial intelligence the power of new cutting edge solution. انا اخترت، عجبني الديزاين ده، عجبني الديزاين ده، بدوس عليه بكل بساطة جدا. فالديزاين ده بعد ما دوست عليه في زرار هكتب عليه، هدوس عليه يوز ذيس تمبلت، لا كمان هو جاب لي اللي شبهه. يمكن حاجه من دول تعجبني. فهو مش بس كده، لا جاب لي شبهه البوست ده حاجات كتير. لا انا عاجبني البوست ده، عايز اشتغل على ده واكمل بده، بدوس يوز تمبلت. طيب هنا دخلني على
ان في ديزاينات بفلوس، كانفا برو، في كانفا بزنس، وقال لي ان الديزاين ده بفلوس، ممكن تعمل تراي ات فور 30 دايز وبعدين تدخل الفيزا وتدوس نيكست، وقصه كده قصه كده احنا مش عايزينها، قصه كده احنا مش عايزينها. طيب نعمل ايه؟ خلاص هنطلع من ده. شايفين التاج اللي موجود ده؟ التاج اللي موجود ده، الديزاينات، كل الديزاينات اللي فيها التاج دي بفلوس. طيب انا عايز ديزاين ما فيهوش فلوس، اللي جنبه ده مثلا ما فيهوش التاج ده، فهختاره. ما فيش الكراون ده او التاج ده، خلاص ده ببلاش اقدر استخدمه. تمام، ادوس عليه كده واستخدمه، هو فتح لي الديزاين. لو تفتكر نرجع تاني، مش عارف الناس كلها شايفه معايا ولا ايه؟ انا عايز اعمل سكرين لحاجه تانية، لان انا بتنقل بين الويندوز، فانا عايز الانتاير سكرين. خلاص ماشي. آه نرجع تاني خلاص. هو يعني لو جينا هنا، ده الديزاين بتاعنا، وطلع لي الحاجات اللي شبهه. اول ما دوست عليه هنا فتح لي صفحه تانية، وده السبب ان انا عملت شير سكرين من اول وجديد، لان هو محتفظ بالصفحه دي و... وموجود فيها الديزاينات الشبه اللي انا عايزها، وفتح لي الصفحه اللي انا عايزها في ال- الصفحه نيو تاب، وفيها بقى ايه الديزاين بتاعي. طيب ادي الديزاين بتاعي، اسمه بلاك جرين اند بيربل مودرن برايت جنريتيف مودلز. وقدامي اهو شكل صورة شخص، أول ما دوست عليها اتحركت، وأقدر أحركها وأقدر أشيلها وأقدر أقلل مساحتها. أهي الموضوع بسيط جدا. طيب جنريتيف مودلز دي ممكن، ده فونت، تكست فونت أو تكست بوكس عادي جدا. بدوس عليه كده بيظهر معايا صف فوق، صف أدوات فوق، تول بار فوق. طيب لو دوست على الصورة دي بيطلع معايا برضو صف فوق او تول بار فوق. لو دوست على دي، لو دوست على اي اليمنت جوه المساحه بتاعت التصميم بتاعتي، بيطلع تول بار فوق بيتحكم فيها. فالصوره دي، الصوره دي صوره اهي. ايه اللي فيها؟ ان ممكن اعمل اوباسيتي، اقلل الترانسبيرنسي بتاعتها وازود. ممكن اعمل انيميت، ان انا احركها. اول ما بدوس انيميت بيطلع لي هنا على الجنب ان انا احركها. ده انا لو عايز بقى ايه، اعمل فيديو او اعمل موشن جرافيك او عايز اعمل اعلان، مش محتاج الكلام ده دلوقتي. لو عايز، لو هي اصلا فيها باك جراوند، ممكن اعمل لها ريموف باك جراوند بالاي اي. طيب خلينا نمشي واحده واحده، وهنعمل كل ده مع تصميم صوره هطلعها لكم ونعمل عليها الكلام ده. الفونت او التكست، لما جيت ادوست عليه طلع لي التول بار، طلع لي الفونت نفسه ممكن اغيره. يعني ممكن اخليه فونت تاني خالص، روبوتو. ممكن اخليه اي فونت انا عايزه. ممكن اصغر حجم الفونت، ممكن اخليه على سطر واحد او سطرين، امطه كده اكنك فاتح برزنتيشن على الباوربوينت، اكنك فاتح على الوورد حتى كمان. اغير الفونت اللي انا عايزه، بس الموضوع فيه كنترول اكتر، وفيه اليمنتس كتير جدا هقول لكم عليها دلوقتي. طبعا عايز اغير لون الفونت، اعمل من هنا اخليه ابيض مثلا. والعلامات دي مش عجباني، فانا بدور عليها، بقوم دايس عليها كده اهي. طيب انا عايز اصغرها شويه، اخليها هنا مثلا. واعمل سيلكت على الاثنين دول، واعمل كده مثلا، اخليهم في النص مثلا يعني. وعايز احط الشخص ده اصغره كمان. وانا عندي الحاجه بتاعتي بقى، انا مثلا انا عايز ابيع هنا حاجه بالاي اي. يعني انا البرودكت بتاعي هنا هحطه في النص، اللي هو برودكت بالاي اي، وليكن مثلا هنقول لابتوب شغال بالاي اي. فشايفين هنا بقى الجنب اللي على الشمال ده، الجنب اللي على الشمال ده بتاع، يعني لو قلنا لما اجي ادوس هنا بيطلع تول بار فوق، ده بتاع الاليمنت اللي موجود في التصميم. طب انا عايز اضيف حاجه جديده،
مش موجوده اصلا الجنب اللي على الشمال. اول واحد ده تمبلت. انا لو عايز لسه ادور على التمبلتس زي ما كنت بدور هنا، اقدر ادور على تمبلتس تانية في السيرش هنا ويطلعوا لي هنا. تمام. لو عايز اغير ده اصلا، او عايز اعمل اد بيج واعمل ديزاين تاني بتمبلت تاني. تمام. او اليمنتس، خلينا بقى في اليمنتس، دي مهمه جدا. الاليمنتس دي اللي فيها كل حاجه انا هحتاجها ارميها في الديزاين بتاعي. وليكن ايه مثلا، انا عايز لابتوب. احنا قلنا هنبيع لابتوب، صح كده؟ دوست لابتوب. الحاجات اللي طلعت هنا ما تستعجلش وتقوم شادد اي حاجه ورميها، لازم تفهم اصلا ايه اللي بيطلع لك هنا. اول حاجه الجرافيكس، اول حاجه الجرافيكس. لو دوست سي اول، هنا هيطلع لك كل الصور اللابتوب اللي هي ما فيهاش خلفيه، اللي هي صوره جرافيك مش صوره فوتو. يعني صوره تنفع في الديزاينات، تنفع في البوستات، تنفع في البرزنتيشن. انتوا لما تشوفوها اكيد هتفهموا، لما تيجي تعمل برزنتيشن بتحط صور زي دي بتحتاج تحط الكلام ده. طب انا عندي لابتوب بنفس الطريقه برضو، الحاجات اللي عليها مدفوعه دي ما اقدرش اخدها، او لو خدتها ممكن اخدها بس مش هقدر اعمل اكسبورت للديزاين. يعني الديزاين بيبقى مخطط كده، بيفضل مخطط كده عشان يبين ان هو. هنعمل ديليت، شلناها تاني. هاخد حاجه مجانيه. بالمناسبه، سعر الكانفا في السنه ب 150 جنيه. يعني لا يذكر 150 جنيه ان انت تقعد مشلول بالحاجات اللي انت مش عارف تفتحها دي. طب انا عندي كانفا تاني اصلا. انا عندي كانفا تاني مدفوع اهو. اقدر اعمل فيه اللي انا عايزه. اجيب البوست ده مثلا، الهيدفونز دي هفتحها كده. هي مش ما بيظهرش بقى معايا لا تاج ولا بتاع، انا بيظهر معايا ان هو education كده. education دي يعني ده مدفوع جوه تيمز، شركه معينه مثلا جايبه تيمز وعامله اشتراك، بيبقى اشتراك طلابي يعني زي طلابي كده، ده 150 جنيه طول السنه. فانصحكم يعني جميعا ان انتوا تشتركوا في كانفا. في اماكن كتير، في يعني ناس على الفيسبوك، بس هو يعني خد بالك يتنصب عليك ان انت تشتري منه كانفا. طيب نرجع تاني للمجاني ولا المدفوع؟ خلينا في المجاني. خلاص انا عايز، ولا خلينا في المدفوع عشان اوريكم في حاجات مهمه انا عايز اوريها لكم. آه، تمام. احنا في الهيدفونز دلوقتي هنعمل كاستمايز للديزاين ده. انتوا شايفين دلوقتي الديزاين اللي هو الاخضر اللي فيه هيدفون؟ قولوا لي ان انتوا معايا. طيب. اتفقنا ان احنا هنبيع لابتوب، فاحنا هنشيل الهيدفون ده. هنشيله، مش عايزه. وهنغير في الاسامي دي، وهنيجي هنا في الاليمنتس لو فاكرين هنكتب هنا ايه؟ لابتوب. انا عايز ابيع لابتوب بيشتغل باي تقنيه. لو تفتكروا، بصوا هنا التاج اتحول لايه؟ لطاقيه اللي هي او الكاب اللي هو بتاع الاديوكيشن ده. واقدر اخد الديزاين ده ينزل لي ما فيهوش اي مشاكل. مش عليه اي علامه مائيه، واقدر اعمل له اكسبورت وكل حاجه. فده الفرق بينهم يعني، حبيت اوضح لكم. طيب انا اللي عايز لابتوب. دخلت في الجزء الاولاني ده، في هنا موك ابس. يعني الموك ابس دي لو انا فاهم لكم واحده واحده كده. الموك ابس دي لو انا اخترت الموك ابس دي، نزلت مرتين. انا هنا كده اهو عندي صوره حد انا مثلا اعرفه. او هيجي هنا احط الصوره دي. يعني واحده، خلينا في الفوتوز. يعني اجيب الصوره دي احطها في الموك اب. يعني الصوره بتاعت الشخص ده دخلها لي جوه شاشه اللابتوب. فده معنى كلمه الموك اب، مش ده اللي انا عايزه دلوقتي. نرجع تاني للاب. احنا دلوقتي عايزين برودكت نعلن عنه ونعمل له بوست على الفيسبوك علشان يكسر الدنيا. فانا دخلت هنا كتبت لابتوب، طلع لي موك اب، سيبك منها، طلع لي جرافيكس.
هنقول عليها طلع لي فوتوز. طب انا عايز الصوره جرافيكيه ولا واقعيه؟ لو عايزها جرافيكيه بشكل كرتوني او بشكل استعراضي او حاجه زي كده مثلا، صغيره كده او ما فيهاش تفاصيل كتير ومعموله بالديزاين، يعني دي معموله بالاستريتور مثلا، خلاص انا باخد من هنا. طيب انا عايز صوره حقيقيه، فاقوم فاتح الفوتوز. لو تاخدوا بالكم انا هعمل اللي انا عملته تاني. انت اي واحده من دول ممكن تعمل سي اول، تفتحها يجيب لك الصور اكتر عن اللابتوب بالجرافيك. لو عايز تطلع منها دوس على الاكس اللي هنا، اكزit اللي هنا، ترجع تاني للفوتوز، تدوس على سي اول بنفس الطريقه، هيطلع لك صور حقيقيه سينمائيه بقى، ويعني جامده جدا عن اللابتوب. شوف بس مين بيخبط. ماشي. نرجع تاني. طيب انا عجباني الصوره. ما انا المهم ان انا عايز برضو، وانا بفكر دايما في الصوره كده يا شباب، اختار صوره تكون ملائمه للبوست. يعني صوره تكون يعني ده مثلا كده، تحس ان هو ايه، تحس ان هو حلو. بس في مشكله، ده نازل صوره. فاكرين هنا في بي جي ريموفر، بالمناسبه ده بفلوس برضو مش من المجاني. البي جي ريموفر بدوس عليه ثانية، شال لي ايه؟ شال لي الباك جراوند بتاعت اللابتوب. انا اقدر استخدم كده صورة اللابتوب ده بس. لو عايز اعمل عليها ابعدها كده شوية مثلا عشان اجيب الزرار اللي انا ماسكه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه في التصميم؟ واسمه ايه في المادة بتاعتنا؟ حد فاكر؟ يعني اب تو 30%، واقوم معلم عليه بعلامة كبيرة كده، او عامله او عامله بلون مختلف، او في هنا برضو اوردر ناو يعني في 30%. الزرار اللي هو اوردر ناو تاني، الزرار اللي هو اوردر ناو ده عشان ده مهم جدا، ده اسمه ايه؟ حد فاكر؟ حد يقول لنا. الديزاين عليه حقوق ملكيه؟ يعني مثلا اخد حاجه واعدل عليه وتتنشر وتبقى اعلان؟ لا، مفيش اي حقوق ملكيه طالما انت شاري البرنامج. البرنامج بقى ملكك، اعمل اللي انت عايزه. الديزاين ماشي تمام كده. نقول لو فاكرين يا شباب لما اتكلمنا في الديزاين قلنا في حاجه اسمها كول تو اكشن بتتحط في الصوره. الكول تو اكشن دي اللي هي اوردر ناو. مهم جدا ان انا اقول له ان في 30% اوف، دي تعتبر برضو جزء من الكول تو اكشن، واقول له في اوردر ناو يعني اشتري دلوقتي. طبعا عندي الصوره دي كبيره، ممكن اصغرها اهي، اصغرها عادي جدا. ايه دي؟ ايه دي؟ هي حلوه بس جت ازاي؟ امسحها. هي ايه دي اصلا؟ دي عباره عن ايه؟ شادو. شادو. اكتب هنا شادو وانتر. انا عايز الشادو ده جرافيك. احنا كنا معلمين على فوتوز وسايبينها، فهي هيجيب لي اخر اختيار. هنطلع من الفوتوز. انا عايز الشادو ده جرافيك. الجرافيك يعني معمول بالجرافيك ومتشال الباك جراوند بتاعته، يعني مش صوره مش متصوره بكاميرا، لا حاجه متصممه ديزاين. انا عايز الشادو ده جرافيك. اول ما كتبت شادو هو حط لي اللي انا عايزه تقريبا. انا عايز حاجه هنا اهي، سودة تحت اللابتوب. طب ما تيجي نفتح كده اكتر ونشوف. سي اول. بص بص بقى طلع لي ايه. طلع لي شادو ينفع لكل حاجه. عايز احط كوبايه هلاقي لها الشادو بتاعها. عايز احط سماعه هلاقي لها الشادو بتاعها. عايز احط اي حاجه هلاقي لها الشادو بتاعها. فنختار مثلا، هنختار الشادو ده اهو. شادو اهو. ونحطه ايه؟ تحت اللابتوب. طب هو تحت ولا فوق؟ طب هو تحت ولا فوق؟ انا ممكن اعمل زي الباوربوينت كده، اعمل اللاير واحط ورا، او شايفين هنا كلمه بوزيشن؟ ركز معايا، شايفين هنا كلمه بوزيشن؟ اول ما بدوس عليها بيطلع لي حاجات وبيطلع لي لايرز. هدوس على اللايرز، كل اللايرز بتاعتي اهي. الشادو اهو، لو جبته كده ونزلته تحت اللابتوب نزل تحت اللابتوب. اوكي، واقدر اكبره وايه احطه في مكانه. الشادو بيدي
عمق للصوره، وبيدي ان الديزاين 3 دي واحترافي، ويعني ايه، بيقرب الفكره اللي انا عايزها اكتر. طيب انا مش عاجبني الباك جراوند الخضراء دي، لان الخضراء دي بتدل على ال- الرخاء والبنوك والتنميه والكلام ده. انا عايز حاجه تكنولوجي تبقى فيها ازرق شويه بقى، او لبني او كده. يعني انا اول ما دوست على الباك جراوند اهو، انا بحاول ادوس يعني هنا، ايه عمال يطلع لي مربعات، انا بدوس على الباك جراوند اهي اللي في النص عشان يدوس على الباك جراوند بالظبط. طب انا مش عارف اجيبها، اجي من البوزيشن اهي البوزيشن، واجي على اللايرز هيجيب لي كل اللايرز، اجي على الباك جراوند اهي، هي دايما بتبقى اول واحده دوست عليها. احنا اتفقنا اي حاجه تدوس عليها يطلع لك في التول بار الخواص بتاعته. انا عايز اغير اللون اهي، ده الباك جراوند كلر، اقوم دايس على الباك جراوند كلر، بيطلع لي يعني كل الالوان الممكنه والغير ممكنه. طيب انا عايز اعمل لون ساده اهو، خد من الالوان دي. عايز اعمل لون جريدينت اهو، خد من الالوان دي، خد من ده، يعني خد اللي انت عايزه، نقي كده، جرب وشوف بعينك اللون مناسب، هو ده اللي انا عايزه. اه طب انا شايف ده كويس احسن. طب عايز ساده اهو ساده. طب عايز عايز بنفسجي اهو. فانا عجبني ده شويه، خلينا في الجريدينت ده. طيب ايه اللي في حاجات كده، حاجات ظاهره كده، العامل الديزاين هو عامل حاجات كتير، فانا حابب اغير الكلام ده او اشيله. طب انا مش عارف امسكه، يعني امسكه ازاي؟ بوزيشن، هتلاقي اهو الاقواس الغريبه دي في قوسين كده، يعني هم شكلهم حلو بس ممكن نعيد تصميمهم. فانا ماسك القوس الاولاني اللي فوق اهو، او اللي هو باصص لفوق وعامله كده اهو، او مصغره شويه او امسحه خالص مش عاجبني. القوس التاني ده ممكن اجيب كده اصغره. خلي بالك لو طلع بره هنا مش هتعرف تجيبه تاني، لو طلع بره الوركينج اريا بتاعتك مش هتعرف تجيبه تاني، الكانفا بيعتبره ان هو اتمسح، فدايما تحافظ ان هو يكون جوه. طيب انا مش عارف، مش عاجبني، هشيله. طيب المربعات دي، في مربعات صغيره اهي، وانا بعمل في اللايرز لقيتها تمام برضو مش عجباني، اشيلها عادي براحتك، تشيل غير مكانها، ممكن اكبرها احطها هنا، يعني انت ودماغك. في اكسات برضو طب ممكن نكبرها كده، دي تصدق شكلها حلو، ممكن نحطها هنا كده ماشي. وفي واحد تاني اهو بس ده صغير قوي، نكبره شويه كمان ونحطه جنب زميله مثلا يعني. وفي واحد اهو بس يعني ايه صغير قوي خالص، احنا هنكبره شويه كمان، يعني ممكن نخليه كده، ايه احطه هنا. طيب انا اصلا الوركينج اريا دي قليله، شايفين في هنا يعني اقدر اكبر واصغر الديزاين، او ادوس كنترول وبالكيرسور بتاع الماوس اقدر اكبر واصغر، اجي فوق اجي تحت اللي انا عايزه. وممكن ادوس مسطره. لا ما فيش مسطره دي في الفوتوشوب. تمام. طيب انا اتحركت كده، عايز اجي يمين او شمال، عندنا السكرولينج بار اهو، باجي يمين باجي شمال. في الفوتوشوب بندوس مسطرة بيبان الإيد، فتظهر معانا الإيد، فنحرك نحرك الديزاين كله. طيب نرجع تاني نصغر عشان نقدر نشوفه. طيب خلاص أنا كده عجبني اللابتوب أهو، بس الأخضر ده مش لايق تماما مع الألوان اللي أنا عاملها دي، اللي هو بتاع الأوردر ناو أو الكول تو أكشن. وإحنا اتفقنا إن إيه، دايما الكول تو أكشن يبقى لا لون مميز، لون مختلف. فايه رايكم تيجي نعملها احمر؟ انا اول ما دوست على الزرار طلع لي الالوان فوق اهي. طيب خلي بالكم الزرار ده عباره عن ايه عشان بس نبقى فاهمين. الزرار ده عباره عن حاجتين، لو دوست عليه كده بيطلع لي ان جروب، عملت ان جروب. لو حد خد باله انا عملت للاثنين جروب وانا شغال اصلا، بس ايه عشان انا ايدي متعوده فما قلتلكوش. ده تكست وده مربع. طب ما تيجي نشيل الليله دي كلها ونعمله من اول. تعالى كده من اول. انا عايز اعمل الزرار ده، اعمله ازاي؟ انا قدامي حاجات اهي ومش عارف اعمل ايه. شايفين كلمه شيب دي؟ يعني وانا على السيرش كده انا ما كتبتش اي حاجه، في كلمه شيب دوس عليها هيطلع لك لو دوست سي اول في الشيبس هيطلع لك الاشكال الهندسيه كلها اللي انا عايزها.
طب انا عايز ايه؟ انا عايز مستطيل اهو. دوست مستطيل، جبت المستطيل اهو، اجيبه اهو، اجيبه واحطه تحت مكاننا هنا. بس مش هو ده اللي انا عايزه. اولا المستطيل بيعمل كده وبيعمل كده، يعني ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده، واصغر ايه المساحه بتاعته. طب في الوان؟ اه في الوان، ممكن اختار بقى اللون اللي انا عايزه. هنختار ايه بقى هنا؟ اختار احمر مثلا عشان ده بقى اوردر نت. طب الاحمر ده فاقع. انتوا معايا يا شباب ولا وقعتوا مني؟ طيب الدنيا ماشيه تمام؟ فاهمين معايا؟ حد بيطبق معايا، فاتح كانفا وبيطبق معايا؟ طيب الاحمر ده فاقع، انا مش عايزه، عايزه اغمق شويه. فعادي مفيش مشكله، دوست عليه اهو، بس انا مش لاقي الاحمر الاتقل. ادوس على الاحمر نفسه اهو. بدوس على دي، هو يعني ساعات كده بيتغابى، فان انت تقوم عامل كده، تطلع خالص من القصه دي وتقوم دايس كده احمر اهو، ظهر فوق، هو طلع لي اللون. هو كان تحت انا مش عارف اتحكم في اللون، فلما طلع لي اللون في الباليتة بتاعتي اقدر اتحكم فيه. لما اجي ادوس هنا شايفين الاوبشن او يعني الكنترول بارز دي اللي انا بتحكم فيها، ادوس عليها. لو دوست عليها كده اهو طلع لي الباليتة بتاعتي. انا ممكن بقى ايه، اغمق شويه، اعمل كده، اختار بقى اغير خالص اللون غير الالوان اللي هو حاططها لي. فانا لا، انا عايز بس احمر اللي هو ايه الملفت بتاع 50% فري والحاجات دي. تمام طيب ماشي، بس مش هو ده الزرار اللي انا كنت عايزه، ده كان فيه كيرف. طب خلاص بسيطه جدا، في كيرف اهو، كورنر راوندنج، ممكن اعمل كده. اه الزرار حلو اهو، كده احسن شويه. طب انا عايز اخلي ليه حدود اهي، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل حدود منقطه، او منقطه اكتر، او نقط خالص، او كده. انا عاجبني ده مثلا. وممكن اخلي الستروك اكبر، وممكن اخليه اصغر. طيب انا عايز الستروك ده لونه ابيض اهو، الستروك كلر. لو دوست عليه هنا كده هيجيب لك الايه، الستروك كلر. طب ادي لون ابيض جاهز اهو، خلاص انا عجبني الكلام ده. طيب انا عندي عشان اكتب جوه الشيب ده، كل شيب مجهز ان هو يتكتب فيه. لو دوست عليه اتنين كليك كده هيتكتب، هتقدر تكتب فيه تكست اللي انت عايزه. طيب نقدر، هو احنا كنا عايزين نقول اوردر، خليها كابيتال مثلا، ناو، ناو. فدي طريقه ان انا اكتب جوه الشيب نفسه، فبقى الشيب معايا خلاص هو على بعضه بوتن كده، اقدر اكتب فيه اللي انا عايزه. واتحكم في الفونت بقى لما اجي ادوس دبل كليك على الفونت، اقدر ازود. تمام. واقدر اخليه بولد عادي اكني فاتح ملف وورد قدامي او باوربوينت. واقدر اغير لون الفونت، اخليه، احنا اتفقنا دايما الوان الفونت يا ابيض يا اسود، ما تجودش عن كده. اشوف كده الاسود لايق، لا حاسس ان الابيض لايق اكتر، خلاص ارجع للابيض. ادي الاوردر ناو، وعملنا بوتن جميل اهو. طب يعني انا عايز اعمل حاجه بقى زي دي، درب بقى نفسك انت، شوف الكونتاكت اس بتعمل ازاي. طب الفون دي جت ازاي؟ انا كبرت كده المجموعه دي، عملتها جروب عشان يبقوا هم كلهم باينين كده، وعملت الاوردر ناو هنا مثلا. الفون ده، الزرار بتاع الفون ده، انتوا شايفين ان الاخضر، اللون الاخضر بتاعه حلو. هنطلع تاني ان جروب، ادوس عليه كده، اول ما ادوس عليه هيطلع لي اللونين بتوعه ابيض واخضر. هنشيل الاخضر، هنخليه ايه، هنخليه حاجه تليق، يبقى ازرق مثلا. علشان احنا ليه ما عملناهوش احمر؟ اوردر ناو قلنا الكول تو اكشن دايما هو اللون الفريد. لو تفتكروا قاعده 60 30 10، ان دايما العشرة ده هو الكول تو اكشن، اللون المختلف. طبعا الديزاين ده ملوش اي معايير، يعني احنا بنتدرب عليه، لكن انت اكيد هتعمل حاجه احسن من كده. طيب ال 30% دي كمان، صورة اللابتوب هبعيده كده شوية عشان أقدر أكنترول في ال 30%. ال 30% دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكست وثلاثة تكست، يعني نرجع كنترول زد، تكست وتكست وتكست، علمت عليهم بالشيفت، يعني عملت سيلكت على ده ودايس شيفت وبعدين ده وبعدين ده، وانا دايس شيفت سبت شيفت بقوا الثلاثه مع بعض، اقدر اشيلهم كده على جنب. ودايره من الشيب فيها عادي جدا، فيها وسهم. تمام.
نقدر نعمل دول، نقدر نعمل دول على فكرة. هنا في شادو كمان، ده شادو او جلو. يعني هو هنا ايه، عامل اكتر من حاجة. تعالى نقفل ده كله ونشيل ده كله كده اهو، ونكتب هنا ديسكاونت مثلا، ديسكاونت بانر. ماشي، بص بقى، ده هو هيجيب لك حاجات احسن من اللي كانت موجودة، بس شيل كلمة شيبس. يعني اطلع من كلمة شيبس. في حد بيسأل على حاجة ولا احنا مع بعض تمام؟ بص، كتبت ديسكاونت بانر، بص كمية الحاجات اللي طالعة. هنخش في الجرافيكس، خلينا في الجرافيكس ونعمل سي اول. خش بقى عليها. بص يعني انا مثلا، انا عجبني دي اكتر من الدايره اللي هو كان حاططها. آه، عاجبني دي اكتر، بس هو كاتب فيها. يعني هل دي كده اقدر اعدل؟ لا ما بتتعدلش، لا ما بتتعدلش. اقوم ايه، مسحها تاني وايه، عاجبني. نشوف حاجه تانية عجباني. آه، دور بقى، بتدور لغايه ما تلاقي. يعني ده كرتوني قوي مثلا. انت عندك النسبه يعني انت عامل ديسكاونت 50% مثلا، والنسبه دي موجوده هنا، عجبك الشكل ده، حطها. بص 3 دي وحاجه كده ايه، آه يعني شكلها حلو، بس دي 3 دي شويه. احنا الديزاين بتاعنا فلات، فاحنا مش عايزين ده. انا بفهمك بس تعمل دراج اند دروب ازاي، وتعمل يعني ان انت تعمل انسيرت للاليمنتس اللي انت عايز تدور عليها ازاي. بس شباب، انا عاجبني دي مثلا 25%، دي قريبه شويه من اللي عندنا. هنعمل كده. طبعا عايز ارو. سهل سهل، ارو اهو. كتبت سهم بالمناسبه. لو انا مش قوي شويه في الانجليش وعايز اكتب سهم بالعربي، البرنامج بيجيب اللي انا بكتبه بالعربي، بس هو اقوى شويه في الانجليش، لان هو يعني في السيرش بتاعه دايما انا بعتمد على الانجليش اكتر شويه. فاهو ارو. وانا على الجرافيكس خلي بالك، معظم الاليمنتس اللي انت بتحطها خدها من الجرافيكس، عشان باك جراوند متشاله بتبقى متصممه بشكل يعني ايه. طيب انا عاجبني السهم ده اهو، شبه السهم اللي. طب هو عامل كده ليه؟ انا عايز الفه اهي، علامه اللفه اهي، الف زي ما انت عايز يا باشا اهو، اشاور على اللابتوب اهي. طب انا عايز احط السهم تحت الديسكاونت. انا قلت لك بقى هتفتح البوزيشن لايرز، السهم ارميه تحت الديسكاونت اهو، الديزاين اهو. فاللاب بتاعنا بقى يرجع تاني كده في النص، واجيب دي واجيب دي وارجعها واجيب من هنا تاني كده شويه. فايه، ادي الديزاين بتاعنا. طيب الهيد لاين او التايتل، هو الراجل اصلا عامل لي ديزاين ان خط بينور. عملها ازاي الخط اللي بينور ده؟ هو هنا في خطين، في خط بوردر او ستروك، وفي خط جلو بينور. طب تعالى كده، الخط ده اهو، لو دوسنا عليه في حاجه غريبه فوق هنا، ان في كلمه افكتس متداس عليها. يعني بص هنا، لما نيجي نعمل هنا كونتاكت اس، كلمه افكتس مش متداس عليها. كونتاكت اس التكست اهي، انا دايس عليه تحت. افكت مش متداس عليها. هنا افكت متداس عليها، يعني معنى كده ان التكست فيه افكتات ممكن استخدمها. طب لما اجي ادوس على هنا عشان اظهر الافكتات اللي موجوده، هلاقي ان هو هنا في افكت هو مختاره اسمه نيون. طب تيجي كده نطفي الافكت ده، نون اهو، عملنا نون، شال الافكت، بقى تكست عادي جدا اكننا لسه كاتبينه. نرجع تاني للنيون اهو، عمل لنا تكست، عمل لنا جلو كده للفونت. تمام. طب اقدر اعمل ازود الجلو ده واقلله اهو، الانتنسيتي، الانتنسيتي بتاعته. تمام. طيب في حاجات تانية، في حاجات تانية، في اللي هو الجليتش اللي هو بتاع التيك توك ده، اللي هو آه، التأثير بتاع التيك توك، ممكن استخدمه في ديزاين معين مثلا. في الايكو، ده يعني بيبقى لو تيجي نقرب كده ديزاين، هتلاقي ان هو ايه، عامل زي اتنين تلاتة اربعة ورا بعض كده. ممكن ازودهم، ممكن ابعدهم، ممكن اقربهم. في الهولو اللي هو زي اللي فوق كده، اللي هو سترايك، يعني عامل سيكنس زي اللي فوق، زي كلمة سوبر سيل، هو نفس القصة. تمام. اقدر اكبرها اصغرها. تمام. السبلايس برضو نوع من الافكتات برضو اقدر اتحكم فيه.
طيب الاوتلاين، ان انا عمل لي ستروك اهو، ممكن اخلي الستروك ده ازرق، احمر، اخضر، اللون اللي انا عايزه. الشادو، شادو عادي جدا، ممكن اخليه بلوري، ممكن اخليه اقربه شويه لازق في الكلام، ممكن اخليه ضعيف شويه الترانسبيرنسي بتاعته. والليفت ده برضو شادو. تمام، عندنا بقى ايه اللي انت عايزه اعمل، جرب ونقي وشوف حاجه. ممكن اخلي الكلام مايل، والميلان اقدر اتحكم فيه، كل ده من الافكت. فجرب كل ده واعمله. احنا هنرجع تاني للإفكت الأصلي اللي هو المصمم عمله، وهغير ده من هيدفونز واخليه لاب توب. يعني بنفس الإفكت نزل وكل حاجة. أكبر شوية، حلو، أكبر شوية ونخليه سوبر سيل زي ما هي كده عجباني. وادي بوست انا غيرت فيه طبعا. انا عشان بشرح خدنا فيه وقت، لكن هو انت خلال 5 دقائق هتكون خلصته. فنقي التمبلت، آه، حط الداتا بتاعتك، المنتج بتاعك والبيانات بتاعتك، ادي سنة ابداع. خلاص كده البوست خلص. الموضوع بسيط جدا. في حاجات كتير واستخدامات كتير لكانفا، يعني كتير جدا جدا جدا. ساعة واحدة مش كافية ان احنا نشرحه، ولكن يعني انا اعتقد كده اديتكم كده بس المفتاح، وانت كمل بقى. يعني انت كمل، خش وحرك ايدك. انتوا كلكم ناس اي تي، فالموضوع هيبقى بالنسبه لكم سهل. بالمناسبه انت تقدر تعمل ويب سايت كامل من على كانفا. ممكن تعمل يو اي لموبايل ابلكيشن كامل على كانفا. ممكن تعمل يعني برزنتيشن زي ما قلنا. ممكن تعمل حاجات كتير يعني. فاستغل وجود البرنامج. لازم تشتريه، لازم. خلاص لا نقاش في الموضوع، لان هو مجاني ولا له لازمه. بيعمل حاجات ضعيفه جدا، و150 جنيه مش حاجه في الشهر. مش في الشهر، اسف، في السنه. 150 جنيه مش حاجه في السنه. طيب انا خلصت كده، واتمنى ان انتوا تكونوا خدتوا فكره كده مبدئيه وافتتاحيه عن كانفا. لو حد عنده اي سؤال على المسج يبعت لي دلوقتي حالا. انا معاكم لمده ربع ساعه، وبعد كده تنطلقوا انتوا بقى في البرنامج مع نفسكم. تسلم ايدك يا دكتور. طيب يعني كده ما حدش عنده سؤال؟ ما حدش عنده اي استفسار او سؤال؟ انا مبسوط ان حد سأل على الكوبي رايت. ان احنا نعتمد على ان، او نعتبر الكوبي رايت في شغلنا وناخد بالنا منه. دي حاجة عظيمة على فكرة، احييك عليها يعني. في ناس كتير الكوبي رايت ده بالنسبة لهم لا، انا ولا يفرق معايا. انا واحد من الناس بحب احترم الكوبي رايت، واعرف حدودي بالظبط ايه، وايه وايه اللي اقدر استخدمه من غير ما اكون تعديت على الكوبي رايت. فبرامج التصميم في العموم ما فيش حاجة اسمها فيها كوبي رايت غير صور الأشخاص. صور الأشخاص وصور المنتجات الحصرية. يعني يعني لو أنت عايز تحط صورة موبايل آيفون مثلا، من حق ابل انها ترفع عليك قضيه في الكوبي رايت لان انت استخدمت صورتها. ان انت تحط صوره كريستيانو رونالدو ده غلط، من ان انت تحط صوره ميسي او مارك زوكربيرج او اي حد في تصميماتك ده غلط. لكن انا احط صوره لابتوب مش معروف نوعه ولا معروف حاجته، خلاص ما فيش مشكله. طب انا مصور اصلا منتج بتاعي، لا خلاص ده بتاعك انت بقى من حقك. فحته الكوبي رايت يعني انتوا اكيد يعني فاهمين انا بقول ايه. الكوبي رايت طالما انت ما بتتعداش على ملكيات حد، صور حد، خلاص. انما الجرافيك والمخطوطات والمرسومات والحاجات المصممه بالجرافيك كلها دي ملكيه عامه، طالما البرنامج اتاح لك استخدامها. طيب يا شباب، انا خلصت كلامي. واتمنى ان انتوا تخلصوا النهارده بكره بكتير، تفتحوا اكونتات كانفا وتتدربوا عليها حتى لو مجاني، عشان ما تنسوش اللي احنا قلناه. اخر حاجه قبل ما نمشي، اي حد عايز اي سؤال؟
لا يا دكتور، شكرا. طيب كل سنة وانتم طيبين، نشوفكم على خير وابتدوا يلا في المشروع، ويلا مع السلامة، السلام عليكم. عليكم سمحت يا السلام. دكتور، ممكن سؤال؟ اتفضل. هو احنا المشروع اما نعمله اما نعمل الفيديو يعني لازم يبقى عربي ولا انجليزي؟ لا، عربي او انجليزي براحتك. لا مش يا دكتور. عفوا. حد عنده اي سؤال تاني يخص المشروع يا شباب؟ طب يلا، السلام عليكم، مع السلامة.